هو ليه في ناس أنانية؟ ليه حياتنا فيها ناس أنانية؟ أنا عارف إن في ناس بتبان أنانية وبتحب نفسها بزيادة، بس خدوا بالكم الحقيقة إن دي مش أنانية، ولكن هي عبارة عن نوع من أنواع الحماية، يعني زي الأطفال كده لو ما خدوش اهتمام كفاية وهم صغيرين هيكبروا على قاعدة نفسية بتقول لو ما خدتش اللي أنا عايزه بنفسي محدش هيديني حاجة، وساعتها كل علاقة بالنسبة لهم بتتحول لمعركة خفية، آخد كل حاجة قبل ما ألاقيش أي حاجة، أظهر قوتي عشان محدش يستقل بيا، وفي علم النفس بنسمي ده التعويض بالذات، وفي دراسة عملتها جامعة ميشيغان أثبتت إن 70% من سلوكيات الأنانية بيكون مصدرها نقص الشعور الآمن أثناء الطفولة. يعني الشخص مش أناني بجد، هو بس محتاج حب ومش عارف إزاي يطلبه، وعشان كده عايزك تجرب التمرين ده. لما تيجي تتعامل مع شخص أناني بعد كده قبل ما تحكم عليه اسأل نفسك يا ترى هو بيحاول ياخد كل حاجة عشان هو أناني ولا عشان محدش علمه إزاي يطلب؟ وصدقني ده مش تبرير، بس نظرة أعمق ممكن تغير طريقتك في التعامل. ده اللي بنشتغل عليه في الجلسات، إن إحنا نرجع الإنسان لجواه، ولكن عشان يتعلم إزاي يعرف يطلب. دلوقتي عايزك تقول لي هل عمرك قبل كده قابلت شخص كنت شايف ان هو شخص اناني وكان بالنسبه لك الموضوع صعب ومش عارف تتعامل معاه، وبعدين اكتشفت السبب في الانانيه بتاعته دي ان في ازمه جواه ممكن فعلا يكون مصدرها هي مرحله الطفوله؟